يا مساء الهنا، يا مساء الجمال، يا مساء المندي. مندي يا ولاد، والله العظيم مندي. مش صينية بطاطس عادية، لا مندي. جربي الطريقة وهتدعي لي وتقولي لي تسلم ايدك يا مسلم مقدما. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تقولوا لي صينية فراخ عادية ولا تقولوا لي اي حاجة، لا ده مندي. طعم وريحة وتحفة تحفة تحفة ودايبة دوب في البق. تعالوا كده بقى نبدأ الفيديو ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى، اسمعي الفيديو للآخر وجربي الطريقة وهتقولي تسلم ايدك يا مسلم. طيب، تعالوا تعالوا نتبلها. التتبيلة دي تنفع للشوي، تنفع صينية بطاطس، تنفع أي حاجة في الدنيا تنفع. معانا هنا البول، هحط فيها أول حاجة مرق الدجاج. مرق الدجاج ودي اختيارية برضو. أول حاجة نحط معلقتين ملح كده، المعلقة دي صغيرة، حطي على حسب انت بقى. ملح وفلفل وكمون ومعلقة كزبرة ناشفة اهي قدامك. تعال نشوف ايه بقى الجديد اللي هيخلي الطعم كأنها مندي. طبعا كيس صلصة ماشي. ده دبس رمان، هتحطي منه حبة حلوين كده، ده بيخلي طعم الشوي فيها جنان. طعم اللحمة تحفة، كأنها لحمة مندية مش كأنها صينية بطاطس بالفراخ. وده صويا صوص. ما تستخسريش، العلبتين دول ب60 جنيه بس، هيقضوا معاكي سنة كاملة اقسم بالله. هيقعدوا معاكي سنة سنة. وقلبي بايدك كده. تمام. وهنحط الفراخ فيها وهتسيبيها يا ست الكل، يا اما في التلاجة يا اما نص ساعة يا اما ساعة على حسب. او انت مستعجلة، انا كنت مستعجلة ما سبتهاش كتير وعملتها على طول. بس الافضل والافضل انك هتسيبيها في التلاجة من قبلها بيوم، من قبلها بساعتين ثلاثة، من قبلها بساعة، باي حاجة. المهم تفضل في التتبيلة، والتتبيلة الجميلة دي تشرب منها. جربي التتبيلة دي بقى وانسي طريقة الفراخ التقليدية خالص. خليكي في الطريقة ديت، ولادك هيحبوها وكأنها فراخ يا مشوية يا مندي. حلوة في كل حالاتها، حلوة وجميلة. الدبس الرمان والصويا صوص ده بيودي طعم الفراخ او اللحمة في حتة تانية، وخصوصا الفراخ. هيبقى ما تزهقيش، خليكي معايا بس للاخر. ما احنا كلنا بنعرف نقشر بطاطس والله، وكلنا بنعرف نعمل صواني. بس خليكي معايا للاخر. تمام. صلوا على النبي يا جماعة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وتسيبوا لي تعليق حلو من قلبكم. وبحبكم في الله والله. انا حاسه ان انا بسجل الفيديو وانا مستعجله قوي قوي قوي، مش عارفه ليه. ما علينا. بصوا، قشرنا كميه البطاطس اللي عندنا ديت. انا عملت كميه حلوه، 5 بطاطسات كده، احطهم في الصينيه من تحت. تمام. البايظه شيليها بالسكينه. ماشي. الحته اللي بايظه قدامك قوريها وشيليها عادي ولا كانك شفتي حاجه. عندي هنا 4 اسمها ايه، 4 بصلات صغيرين عشان البصل اللي عندي صغير. لو انت عندك بصلايه كبيره واحده ماشي. دول كانوا صغيرين فانا قطعتهم. قطعناهم في قعر الصينيه. وهنقطع قرنين الفلفل ده. طبعا عندي ما بيحبوش الشطه فمش هنحط شطه. ما تحطيش يا بنتي شطه، حكم القوي على الضعيف. انا بحب الشطه يا جدعان، في ناس تانية بتحبش الشطه. طب ما سيبوني. ما علينا. هنا بقى يعني الفيديو المقطع ده ما سرعتوش ليه بقى. شايفين انا بقطع البطاطس قد ايه؟ الحجم ده عشان هي هتتسوى الاول على النار من فوق، وبعدين هتخش الفرن وتقعد فتره. مش فتره كبيره قوي يعني، بس انا مش عايزه البطاطس تطلع مهريه. انا عايزه الخلطه بخلطتها وفي نفس الوقت تكون مستويه. تمام. فانا هقطعها قطع جزل جزل كبيره كده. وهتبل طبعا البطاطس زي ما انتوا عارفين البطاطس بتشرب ملح كتير. فهتحطي ملح بقى على حسب ما انت بتعمليها ازاي. بس البطاطس بتشرب من النوع اللي بتشرب ملح كتير. وحطيت فلفل وكمون وفلفل اسود وكمون. حطيت كل حاجه وقلبتهم مع بعض كده بايدك. ولا جلافز ولا جواندي ولا اي حاجه. انت ايدك يعني مش جايباها من الشارع، ما انت بتطبخي وبتعملي بيها كل حاجه. خلاص. اجيب الفراخ بقى خلاص واحطها عليها. اه طبعا هتحطي معجون الطماطم عليها.
الطماطم ديت خفيفة، لان انا حطيت عليها مية بدل ما اقعد احط مية، فانا حطيت مية على الطماطم على طول. وحطينا الفراخ. بسم الله. اللهم بارك. الأكلة تحفة طبعا. صينية الفراخ التقليدية جميلة وكل حاجة، بس جربي برضو الطريقة ديت أو الوصفة ديت. هتحسي كده وانتي بتاكليها ان هي طبعا دايبة دوب. والصويا صوص أو الدبس الرمان مخليها كده مززة، وفيها طعم الشوي وطعم المد. جميلة جميلة جميلة.